مساء الخير. ما ينفعش ابنك يبقى تم 6 سنين ولسه بيعمل حمام على نفسه وهو نايم وحضرتك ساكته على المشكله. او اصل انا رحت والله وعرضته على دكاتره كتير بس هو ما عندوش حاجه، قالوا ان هو ما عندوش حاجه وانا مش عارفه احل المشكله. اصل انا بقول من تكييف مثلا، اصل الجو بيبقى ساقعه، اصل طب انا بقومه، اصل مش عارف ايه. يا ماما يا ماما، وفي الاخر بتطلع مشكله سلوكيه اصلا. بصي يا ماما، لو ابنك عنيد، ما بيعتمدش على نفسه، ما بيحركش نفسه، ما بيحبش يعمل اي حاجة بنفسه، انتي اللي بتخدميه من الالف للياء، ما عندهوش تحمل مسؤولية، سلوكياته غلط وسلوكياته كلها وحشة، بتداري عليه اخطاء وعمالة تلمي وراه، والولد هو مش هنا، ما تجيش تقوليلي اصل هو عنده مشكلة عشان 1 2 3 4. لا، هو بيعمل حمام على نفسه يا ماما علشان احنا عندنا مشكلة سلوكية لازم نحلها، ولازم نخلي الولد يعتمد على نفسه، ولازم الولد يتحمل المسؤولية، ولازم نعدل السلوكيات البسيطة زي ان هو يخدم نفسه ويقوم بالرعاية الذاتية لنفسه وكل الحاجات دي، وان انتي تاخدي معاه موقف، وان انتي تتبعي العلاج المعرفي السلوكي علشان الولد يبدأ يتحسن. لان انتي لو سبتي وتجاهلتي كل السلوكيات دي وفضلت تدلعي فيه وتعملي له حماية زايدة ورعاية زايدة وتدللي وتوي وي وي، والله لو وديتيه عند مين واديتي له علاج ايه علشان الولد ما يعملش حمام على نفسه، هيفضل يعمل حمام على نفسه. فانتي محتاجة ان انتي تعدلي من شخصية الطفل، تعدلي من سلوكياته، تسمعي للاخصائيين السلوكيين وتفهمي كلامهم صح وتطبقيه، علشان ده مستقبل راجل. في وقت معين لو ما قدرناش نسيطر على الموضوع ده وان احنا نعدله ونخلي الولد يدخل الحمام وينبه نفسه، هيفضل يعمل على نفسه حمام حتى لما يكبر. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.